الكنافة بالطشة. النهاردة هنعمل مع بعض كنافة بالطشة، حاجة كده خطيرة طعمها تحفة. أول مرة أعملها معاكم وطعمها عجبني جدا فقلت أشاركها معاكم. أتمنى تتابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كيلو من الكنافة. أنا الكنافة أول ما بجيبها طبعا لو سخنه بسيبها تهدى شويه عشان ما تعجنش، وبعد كده لما بتهدى بحطها في الفريزر. تاني يوم بطلعها مجرد ما بضغط عليها، بس ما تخليهاش تبقى مكلكعه في بعضها كده، تبقى تخينه عشان تبقى سهل ان انتوا تكسروها. يبقوا فردينها، واول ما تطلعوها مجرد ما بتضغطوا عليها بتلاقوها شبه حبات الرمل زي ما انتوا شايفين كده. ودي سر من اسرار نجاح الكنافه يعني. وبتتفصل كمان معاكي بسهوله عما تكون طريه وتقعدي تشدي وتقطعي فيها، بيبقى الموضوع صعب شويه. جبتها، كل اللي انا عملته دلوقتي ان انا جبت معلقتين من السكر البودرة، وعليهم كمان كيسين من الفانيليا او كيس، او على حسب انتي يعني بتحبيها زيادة او لا. وبعد كده هنزل عليها بكوباية الا ربع من السمنة السايحة. بسيح كده السمنة عشان اعرف اعاير الكوباية بتاعتي كويس قوي. وببتدي ان انا اقلبهم، ادخلهم جوه الكنافة كويس قوي. اظن كل دي حاجات بسيطة موجودة عندنا في البيت. بقلب بقى الكنافة كده بشربها كويس. انا كده بس هستغنى عن المعلقة، وابتدي بايديا كده عشان افرفط الكنافة من بعضها، واتأكد ان كلها شربت من السمنة بتاعتي. تمام. عايزة اقول لكم بقى مش هنعمل شربات طبعا، هي كنافة بالطشة. هقول لكم دلوقتي ايه هي الطشة اللي انا هعمل بيها الكنافة. وعلى فكرة الكنافة مسكرة، مش معنى ان هي بالطشة يبقى الكنافة يعني مدية على طبخة، لا خالص. الكنافة هتطلع معاكي مسكرة وكل حاجة. خلاص كده تمام. تيجي اجيب صينية ادهنها كويس قوي بالسمنة. مهمة جدا يا جماعة دهنة السمنة دي سمنة سايحة دي، عشان محدش يقول لي ده زيت، لا دي سمنة سايحة. تمام اهو. وهبتدي بقى اخد كل كمية الكنافة بتاعتي وانزل بيها في الصينية. هقول لكم على معلومة مهمة جدا وانا بفرد الكنافة بتاعتي دلوقتي. هنزل كده بالكنافة، هي بس مطرح السمنة طبعا الجو ساقع فبتمسك في بعضها، فانا بحاول يعني افرفطها كده وانا بنزلها. تمام. يلا بقى نفردها. بس المهم بقى في الوصفة دي بالذات لما تيجي تفرجي الكنافة ما تضغطيهاش قوي زي ما انا ما ضغطتها، وهقول لكم ليه دلوقتي. بس خلوا كل حاجة كده تيجي واحدة واحدة عشان تطلع معاكي ناجحة. وطبعا لو لسه ما حطيتش اللايك انزلي بسرعة حطي اللايك، لان الكنافة دي هتعجبك جدا جدا. بصوا انتوا بقى شفتوني انا بضغط ازاي، بس المفروض تضغط كده وتسيبوها، ما تضغطوهاش اكتر من كده، وبرضه هقول لكم ليه. بس انا بقى خدتها ضغطتها بزياده قوي. انا بقول لكم اخطائي برضو اللي انا حسيت بيها. هبتدي انزل عليها بس معلقتين 3 كده من السمنه من فوق. كنت مشغله الفرن بتاعي فرن سخن درجه حراره 180 او 200، محضره الرف الوسطاني. وهبتدي ادخل الكنافه بتاعتي تستوي، وهبتدي اعمل معاكم الطشه دلوقتي. الطشه عباره عن ايه بقى؟ الطشه عباره عن كوبايتين من الحليب. شفتوا بقى الطشه بتاعتي؟ كوبايتين من الحليب او من اللبن على حسب ما كل حته بتسميها. هنزل عليهم بكيس من الكريم كراميل. كريم كراميل ده فيه كيس اللي هو الكراميل نفسه اللي هو بيبقى لونه بني ده، هسيبه ده هعمل بيه الوش. هاخد بس البودر نفسه اهو. اخد البودر كده وانزل اقلب على البارد. وبعد ما اقلب على البارد كده خالص واتاكد ان هو داب مع اللبن ده، انا بقول لكم ان هو هنسيبه شويه. بعد ما بنقلب على البارد هبتدي بقى اخده وارفعه على النار، وطبعا هقلب مستمر. ده بقى معلقتين سكر اختياري، انا حابه يبقى مسكر اكتر. تمام. عايزين تكتروا السكر عن كده ماشي، انا بالنسبه لي معلقتين سكر حلوين قوي. هقلبه بقى كده مع بعضه كويس قوي وارفعه على النار. طيب في حاجه مهمه جدا، انا عايزه الخطوه دي تعمليها والكنافه قربت تطلع من الفرن.
لان لازم الاتنين يتحطوا على بعض وهم سخنين. المعلومة دي مهمة قوي، الاتنين يتحطوا على بعض وهم سخنين عشان يتشربوا من بعض ويدوكي النتيجة الكويسة. انا برفع كده على النار. هقول لكم بقى ليه اسمها كنافة بالطشة. عشان خاطر اول ما بتنزلي بالكراميل ده على الكنافة هتشوف المنظر هيحصل فيه ايه دلوقتي. تلاقي طشة جامدة حصلت في الكنافة، عشان كده سموها الكنافة بالطشة. بس حاجة بقى مختلفة بعيدا عن الكنافة التقليدية والعسل التقليدي والكلام ده كله. بقلب بقى كده وابتدي اقلب باستمرار لحد ما يربط مني والاقيه بيغلي من الجوانب كده. اول ما يبتدي يغلي هطفي عليه على طول. القوام بيبتدي يتقل معايا والكنافة بتاعتي قربت تطلع من الفرن اهو. شايفين بدأ يتقل ازاي؟ انا بقى بقلب كده مستمر، وكلنا نعمل كده يا جماعه عشان في ثواني بيربط وتلاقيه اتكتل تحت. خلاص كده غلى اهو. يلا ناخده سخن، والكنافه بسم الله ما شاء الله سخنه. ويلا ننزل بالطشه بقى. يلا كان نفسي اسمعكم الطشه يا جماعه بس اكيد هتشوفوا من شكلها. بصوا بقى، لما ضغطت الكنافه زياده تحسي ان انا قفلت المسام كده، المسام بتاع الكنافه، فما شربتش على طول. غير لما تسيبيها مش مضغوطه قوي فتشرب معاكي الكراميل ده بسرعه. فهمتوا وجهة النظر عاملة ازاي؟ يعني بصوا، المفروض بقى الكنافة بتبقى مش مضغوطة قوي، في ساعتها اول ما بتنزلوا بالكراميل بتقوم شاربة. هي شربت، مش هنقول ما شربتش، هي شربت. بس لما ما تبقاش مضغوطة قوي قوي زي ما انا مضغوطاها في الصينية، الكنافة بتخش في ساعتها وسط الكريم كراميل اللي بيخش في ساعتها وسط الكنافة وبيوصل على طول وما بياخدش وقت. لكن ده عشان انا ضغطاه قوي فخد وقت عبال ما نزل تحت. فلما تيجي ترصوا الكنافة ما تضغطوهاش قوي بايديكم. ده بقى كيس الكراميل. لو انتوا برضو عاملين كراميل من بره حطوه، لو ما فيش هو كيس الكراميل اللي مع الكنافة يكفي. وهقطعها معاكم وهطلع لكم قطعة. بجد يا جماعة تحفة، بجد تحفة تحفة تحفة. بس هي بقى مقرمشة معايا بالزيادة عشان انا ضغطاها، حتى باينة معايا وانا بقطعها. هي جميلة سواء كنتي ضغطاها قوي زيي او كنتي مش ضغطاها قوي. حلوة قوي، جربوها. فكرة جديدة سهلة سريعة. كنافة بالطشة هتعجبكم جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.